يلا نصلي على الرسول ونسمع قصة النهاردة. وقبل ما تسمعي القصة حطي لايك يا قلب اختك، لان عارفة ان انتوا بتنسوا اللايك. القصة دي للكبار بس، يا ريت لو جنبك طفل صغير يا ريت يقوم من جنبك. اسمعي يا قلب اختك. بتقولك انا اسمي سمر. صاحبة القصة اسمها سمر، وليها صاحبة تانية اسمها شهد. سمر من أسرة متوسطة. سمر بتقول أنا طالبة جامعية في جامعة حكومية، وأهلي كلهم على قد حالهم. أهلي ناس غلابة، وبرضه نفس الوضع صاحبتي شهد. أنا دخلت كليتي، وبعد ما دخلت كليتي بفترة كانت أمي تعبت جدا وجالها مرض صعب قوي، وبقت كل فلوسنا ومصاريفنا رايحة على مرضها. وانا كنت في سنة تالتة جامعة وما كنتش عارفة اعمل ايه. وقتها انا قررت ان انا اشتغل، لكن حاولت في كذا شغلانة كان بتضيع وقتي، وكنتش عارفة اكمل دراستي لان كمان انا كليتي اغلبيتها عملي، وكنت لازم طول الوقت افضل في الكلية. فاضطريت وقتها ان انا ما كنتش بروح الكلية بانتظام عشان المصاريف، وعشان ما كنتش حمل ان انا اروح وقت ما فعلا مواعيد الكلية تكون ثابتة بالنسبة لي واقدر اروح كل يوم. لكن كنت بروح كل اسبوع يوم او يومين بالكتير، وده غلط بالنسبه لي. صاحبتي شهد قالت لي ما ينفعش يا سمر، لازم تروحي ولازم تنضبطي اكتر من كده. انا عارفه ان الظروف عندك صعب، وانا كمان عندي الظروف صعبه، بس هنعمل ايه؟ احنا فاضل لنا خلاص، ده احنا في سنه تالتة، يعتبر فاضل لنا سنه واحده، مش هنضيع تعب العمر ده كله عشان سنه كمان. ارجوك يا سمر حاولي توفقي في شغل، توفقي بين دراستك وشغلك، يا كده يا اما ما تشتغليش. وفعلا قعدت من الشغل لاني ما كنتش عارفه اروح الكليه بتاعتي، وهنا بدات الدنيا تتأزم اكتر واكتر، وما بقتش عارفه اصرف ولا عارفه اعمل اي حاجه ولا عارفه اروح كليتي. وكانت معانا واحده صاحبتنا في الشله كان اسمها ضحى. ضحى كانت عارفه اخباري واخبار شهد، وعارفه ان احنا حالتنا الماديه على قدها. وقتها اتصلت بيا وعرضت عليا شغلانه، وقالت لي تعالي انا هشغلك في كافيتيريا. ليها صاحبتها، صاحبة الكافيتيريا صديقة عزيزة لوالدتي، أنا هحاول أشغلك وأخليكي تشتغلي معاها، تعملي سندوتشات، تعملي قهوة، شاي، نسكافيه، أي حاجة للطلبة، بس انت هتكوني جوه، واللي هتاخد منك الحاجة وهيطلعها بره للي يطلب. يعني انت مش هتبقي باينة خالص، انت هتبقي مجرد بس بتعملي الحاجة جوه، عشان كمان متبقيش ظاهرة قدام زمايلك. وهنا فرحت جدا بالفكرة وقلت يا ريت، طب بس يلا أنا هشتغل معاكم من الصبح. وفعلا اتحمست جدا وقتها، وبدأت أروح الشغل وكنت فرحانة قوي، لأنه من ياما إن أنا هروح كليتي، ومن ياما تانية إن أنا هبدأ أجيب مصاريفي، وكنت مبسوطة قوي. وشكرت وقتها ضحى على مساعدتها ليا، وقلت لها أنا مش عارفة بجد أقول لك إيه، كتر ألف خيرك. وقتها ضحى لقيتها بتقول لي لا طبعا هتشكريني على إيه، إحنا إخوات مفيش فرق بينا. ومن هنا فعلا بدأت أروح وبدأت أشتغل وبدأت أجيب الجنيه، وبقيت مبسوطة قوي إن أنا بقدر أساعد في البيت وأقدر أروح كليتي في نفس الوقت. وبقيت دي حاجة بالنسبة لي أنا فعلا كنت فرحانة قوي. وكان من ضمن السندوتشات دي والحاجة دي كان في درج للأدوية، كانت عاملاه صاحبة الكافيه، وكانت بتقول إن ده لما تيجي طالبة تشتكي وتقول أنا عندي صداع تديها من ده، لو حتى عندي مغص تديها. وكانت تعتبر كاتبة على الأدوية كل واحد كان مكتوب عليه اسمه الإيه، لكن كانش علب الشرايط دي ما كانتش محطوطة، كل اللي كان في الدرج كان شرايط بس، ما كانش فيه علب. وبعدها فعلا بدأت أشتغل وبقيت فرحانة قوي بالشغلانة دي. لكن لما كان في أي واحدة بتطلب علاج كنت أنا اللي بطلع أديها، وده طلب من صاحبة الكافيه. قالت لي في الأدوية يا ريت تطلعي أنت تدي اللي قدامك، لأن الولد ما ينفعش إن هو يدي بنت برشام، سواء مغص سواء صداع سواء أي حاجة زي دي، لكن أنت اللي تديها بإيدك. وفعلا قلت خلاص مفيش مشكلة. كنت مبسوطة جدا بالشغلانة لأن هي كانت مديني مرتب كويس، وكنت فرحانة قوي إن أنا بقدر أساعد وبقدر أعمل. يعني كده خلاص بدأت الدنيا تحلو في عينيا، وبدأت إن أنا أحس إن أنا حياتي ليها قيمة، وبقيت أعرف فعلا إن الحالة المادية بتاعتي بقت أحسن، وبقيت مبسوطة قوي، وبقيت كل يوم بتصل بشهد، وبقينا نخرج وبقينا نتفسح، وبقيت مفيش أي حاجة مأثرة على نفسيتي. وبقيت أحاول كمان أدي أمي فلوس للعلاج، وبقينا العيشة معانا بقت كويسة قوي. وفي وقت لقيت الطلب زاد على برشام الصداع ده قوي، ولقيت البنات بتيجي بهستيريا وتقول لي انا عايزه برشام صداع. وبقيت استغرب، طب ماشي حاضر، بس لقيت حالتهم غريبه قوي، ولقيت بصيت حسيت ان في حاجه غلط، ان البنت بقت تطلع كل الفلوس اللي معاها وتقول لي خدي الفلوس هاتي برشام. ولقيت صاحبه الكافيه بتقول لي لا البرشام غلي، البرشام ده بقى سعره ازيد، بقى الضعف. بقيت اقول لها ازاي في برشام؟ طب ممكن تاخد اي مسكن تاني، مش مضطره ان هي تيجي تاخد البرشام بتاعك. قالت لي لا، هو البرشام بتاعي مش هيجي ياخده اللي هو، ولو حتى بعتيه بكام برضه هيجوا ياخدوه. بدأت أشك في الموضوع وأقول طب إيه البرشام اللي ممكن ياخدوه ده؟ بدأت أحس إن في حاجة غلط. وكمان من لهفة البنات وهي بتيجي تاخد البرشام بقيت أقول لا في حاجة مش صح،
في حاجة غلط. بقيت اتكلم مع صاحبة الكافيه وبقيت اقول لها ان في ايه غلط في البرشام ده، وليه طول الوقت البنات بتيجي ملهوفة عليه كده وبتيجي حالتها مش طبيعية، ومجرد ما بتاخد البرشام دون بحس ان هي خلاص برقت وبقت كويسة. قولي لي ايه المشكلة وايه اللي بيحصل في الكافيه ده، انا عايزة افهم، لان انا لو ما فهمتش هفرج عليكم الناس وممكن اروح اشتكيكوا. لقيتها بدأت تخشن صوتها عليا وبتقولي تشتكي مين، وكلمتني بألفاظ انا ما كنتش متخيلاه. بدأت تقول لي خلي بالك البرشام اللي انت شاكه فيه ده انت اللي بتبيعيه بايدك، الكاميرات كلها جايباك اللي فوقيك اهي، واحنا ما بعناش حاجه، انت اللي بتبيعيه، والبرشام ده عشان اريحك ده برشام مخدرات، والبنات بتيجي تاخده وانت اللي بتبيعيه بايدك. يلا قولي لي، حابه تبلغي عننا وحابه تضيعي مستقبلك، ولا حابه تسكتي وتبيعي وانت ساكته؟ وقتها ما بقيتش عارفة أقول لها إيه، لكن لقيتها بتقول لي كبري دماغك شوية وما تحاوليش تدقي في الحاجة اللي مالكيش فيها، أنتِ ليكِ مصلحتِك إن أنتِ بتاخدي فلوس وبس، مالكيش حاجة عندي غير كده، لا ليكِ دعوة اللي بتاخد أنتِ مالِك أنتِ باصة للناس بتاخد بسعر إيه ليه؟ هو أنتِ بتجيبي من بيت أبوكِ؟ اللي بتاخد وبتدفع، أنتِ مجرد ما عليكِ تبيعي وبس، أنتِ مالكيش دعوة، أنتِ مش شغالة مصلحة اجتماعية، هتعرفي اللي معاها واللي ما معاهاش. بدأت أقول لها إن الناس ظروفها تعبانة، واللي أنتِ بتعمليه ده غلط وحرام. وحرام عليكِ، أنتِ ممكن يبقى عندِك أطفال أو ممكن يكون عندِك إخوات، أكيد عندِك أهل، ما ترضيش يتعمل فيهم كده. لقيتها ضربتني بالقلم على وشي وقالت لي: "أنا أهلي مين؟ أنتِ يا زبالة، أنتِ إزاي بتجيبي سيرة أهلي؟ أنتم كلكم هنا المامة، أنتم هنا بواقي المجتمع، لكن أنا وأهلي ما تجيبيش سيرتنا." وقتها سِبت لها الشغل ومشيت، وقُلت يتكسّر على دماغك الكافتيريا بالمحل بالكُلّية بكل حاجة أنتِ فيها، ومشيت. ولقيتها يوم والتاني والتالت بدأت تتصل عليَّ وتقول لي تعالي الشغل. قُلت لها: "لأ، أنا مش هاشتغل الشغل الزبالة ده." قالت لي: "لو ما جيتيش أنا هامسك كل الكاميرات دي وهاوديها لقسم الشرطة، وهاخليهم ييجوا ياخدوكِ، وهاعرّفِك كل اللي أنتِ كنتِ بتبيعيه ده، وهاضيّع مستقبلِك وهاضيّع أهلِك وهاضيّع كل حاجة حواليكِ. إيه رأيِك، هتيجي والّا مش هتيجي؟" ورُحت. وأنا ما بقيتش عارفة أعمل إيه، وكان لازم أروح وما بقيتش عارفة أقول لأهلي إيه. من هنا رُحت وبدأت أشتغل، وبدأت اللي أنا المرّة دي كان مروحي كنت عارفة كل حاجة، وكنت فاهمة وكنت بابيع وأنا متضايقة ومخنوقة إن أنا إزاي باعمل في بنات كده، بس ما كانش في إيدي حاجة تانية، لإن هي كانت ماسكة عليَّ الصور والفيديوهات دي، ما كنتش عارفة أروح فين ولا أعمل إيه. كان نفسي أروح أبلّغ عنها، بس للأسف كل الأدلة هتطلّعها ضدي، وما حدش كان هيصدقني، وأنا غلبانة كنت هاروح فين في وسط دول كلّهم؟ دول ناس أكابر والله أعلم مين بيشغّلها ومين ضهرها، لكن أنا ما ليش حد. سبحان الله، كنت محتاسة ومش عارفة أعمل إيه. ورُحت وبقيت أبيع السم الهاري ده للبنات، وبقى غصبٍ عني وعلى حب عينيّا، ما بقيتش عارفة أعمل إيه، وفضلت شغّالة معاها شهر و2 و3، وكان كل مدى عمّالة تزوّد لي مرتّب، والمرتّب ده كان بيعتبر بالنسبة لي كنت بقيت مخنوقة ومش عايزة آخده ومش عايزاه، لإن كنت عارفة إن وقتها إن دي فلوس حرام، لكن الأول ما كنتش عارفة. كان الفلوس دي كنت باخدها كنت حاسة إن أنا مأزّماني ومخنوقة ومش عايزاها، لكن كانت هي خلاص كل ما أتكلم كانت بتهددني، وكانت تقول لي: "إيه رأيِك هتمشي عدل والّا أودّي السجلات دي وأودّي التسجيلات دي للبوليس وهو يتصرّف معاكِ وتترفدي من الكلية، إيه رأيِك تحبّي إيه؟" وكانت عايشاها معايا بلوي الدراع. وفي يوم رُحت لقيت شاب قاعد معاها في قلب الكافتيريا، ودخلت وسلِّمت ودخلت على شغلي، لقيته بَص لي بصّات كده غريبة، وما بقيتش عارفة هو ماله ده والّا تعبان نفسيًا ده والّا ماله. لقيته بدأ يرخّم عليَّ وبدأ يقول لي كلام كده وقال لي: "أنتِ بنت والّا مدام؟" قُلت له: "لأ، أنا بنت." قال لي: "أحسن حاجة، عِز الطلب." قُلت له: "يعني إيه؟ إيه اللي أنت بتقوله ده؟ خلّيك في حالك لو سمحت وما لكش دعوة بيّا تاني عشان أنا أصلًا مش قابلاك ولا حابة أسلوبك ولا ارتحت لك." قال لي: "بجد بكرة ترتاحي لي، بكرة تيجي لي لغاية عندي." قُلت له: "والله أنت تطلع مين؟" وزعّقت فيه جامد، وبعدها قالوا لي إن ده جوز صاحبة الكافتيريا. قُلت خلاص على نَفْسه وعلى نَفْسها بعيد عني، هي تلِم جوزها بعيد عني. وفعلًا بعدها بيومين 3 لقيتها جاية بتقول لي: "أنتِ بتكلميه كده ليه؟ وأنتِ عملتِ معاه إيه؟" قُلت لها: "ده أنا ما رضيتش أشتكي لِك منه ومن اللي عمله معايا، جاية أنتِ بتقولي لي بتكلميه كده ليه؟ أنتِ عارفة جوزِك كان عايز إيه وعايز منّي إيه وعمّال يرخّم عليَّ، لمّيه شوية ويا ريتِك تكوني مالية عينيه." لا بصّت لي كده وضحكت ضحكة سخيفة، ما بقيتش فاهماها ولا عارفة هي عايزة إيه ولا بتقول إيه. شوية وقالت لي: "طَب خلّي بالِك هتفوتي على جوزي بُكرة بعد الشغل." قُلت لها: "إزاي يعني؟" قالت لي: "زي ما أنتِ سمعتِ كده، هتفوتي عليه عشان هو عاوزِك في موضوع ضروري." قُلت لها: "وأنا أفوت على جوزِك بتاع إيه؟ أنتِ إيه البني آدمة دي، أنتِ ما عندكيش دم؟" قالت لي: "زي ما أنتِ سمعتِ كده والّا أنتِ إيه رأيِك؟" لقيتها بدأت تتضايق، وطبعًا أنا ما كنتش أقدر أعصّبها، وفعلًا فُتت عليه. ويومها اليوم ده أنا عمري ما أنساه، وعمري ما يروح من بالي أبدًا، لكن دي أول مرّة أروح لواحد بيته. ولمّا رُحت
لقيته هي وهي سابت الشقة ونزلت. وانا بقيت مستغربة، هي مراتك ازاي تسيبنا في البيت لوحدنا وتنزل؟ قال لي دي مش مراتي، دي شغالة معايا. ومن هنا بدأت اترعب اكتر، بقيت اقول يعني ايه شغالة معايا؟ قال لي زي ما انت شايفة كده شغالة معايا. قلت له بس انتوا بتهيألي انتوا عايشين مع بعض. قال لي وايه المشكلة؟ مفيش مانع ان هي تعيش معايا، شغالة معايا وعايشة معايا، ايه اللي مزعلك في كده؟ قلت له عشان انتوا عالم قذرة، انا مش زعلانة بس انتوا فعلا عالم قذرة. وقتها لقيته بيقرب مني وبيقول لي طب ايه رأيك نجرب القذارة انا وانتي؟ قلت له ايه اللي انت بتقوله ده؟ اطلع بره وامشي من هنا ولا سيبني انا امشي. وفعلا خدت بعضي وجريت منه، لكن للاسف وقفني وقال لي لو مشيتي من هنا كل التسجيلات اللي معاها معايا، وانا هنزل وهنشرها على النت، ومش بس على النت ده انا هقدمها للنيابة. ايه رأيك، هتنزلي ولا تيجي نتفاهم احسن؟ لقيته هو كمان بيهددني وانا مش عارفه اعمل ايه ولا اروح فين. وقتها اتسمرت في مكاني ووقفت وما بقتش عارفه اتحرك ولا قادره رجلي تتحرك من مكانها. وقلت له انت كمان بتهددني؟ وبقيت خلاص حاسه ان قلبي هيقف. بقى يقول لي تعالي اقعدي كده ونتفاهم. وفعلا قعدت وغصب عني. ولقيته بيقول لي ايه رايك لو تجيلي كل يوم يوم واحد في الاسبوع هنا، وصدقيني انا هخليكي مبسوطه وهديكي اكتر ما انتي بتاخدي. انتي مش بتقولي لسه بنت ولا مشكوك فيكي؟ قلت له اخرس، انا اشرف منك ومن الكلبه اللي هي قاعده معاك دي، انا مش بتاعه الكلام ده. قال لي خلي بالك لو ما بقيتيش بتاعه الكلام ده انا هحبسك واحبس والدك واحبس والدتك، وهتفرجي بقى على منظرهم في وسط الحته لما يعرفوا ان بنتهم المحترمه مسجونه في قضيه مخدرات. وساعتها كلام الناس بقى يا عالم هتبقى ايه تاني غير المخدرات؟ وانت عارفه كلام الناس كتير وانت قاعده في منطقه شعبيه، يعني الكلام ده كله هيتحط عليه مليون كلمة، ويمكن كمان تخش في جهة الأعراض انتي وحظك. وقتها بصيت له باستحقار وقلت له انت أندى إنسان شفته في حياتي. قال لي ماشي مش مشكلة، بس يلا ده اللي خلينا نخلص. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني انتي هتجيلي. وفعلا خدني غصب عني وعمل عليا معايا علاقة، ولقيته حولني من بنت لست. كنت في ايده بعيط وبترجاه ما يعملش كده، لكن للأسف خلاني فقدت أعز حاجة أملكها في حياتي وحياة أي بنت في الدنيا، إن أنا أتحول من بنت لست. وقتها بقيت زي المجنونة وعمالة أعيط بهستيريا ومش عارفة بعمل ايه. ولقيته بيقول لي أنا اتبسطت معاكي قوي على فكرة، وصدقيني هديكي كل الفلوس اللي انت عايزاها. وقتها بقيت بستحقره وبستحقر نفسي ومش عارفة أعمل ايه، بس ما كنتش قادرة أعمل أي حاجة وما كانش في إيدي أي حاجة. بس كنت مذهولة منه إن هو كان عمال مبسوط قوي قوي، وحاسة إن هو طاير، وحاسة إن هو عمال يبوس في إيديا ورجليا. الكلام ده مجرد ما حس إن أنا ما بقتش بنت وشاف ده بعينيه. بقيت انا حاسه ان ده بني ادم مريض. انا كنت ببكي وهو كان بيعيط وهو كان بيضحك. انا كنت عماله اعيط ومنهاره، وهو كان عمال يكركع ومبسوط وعمال ياخدني في حضنه وبيعمل حاجات غريبه انا مش فاهماها، كاني مراته، كاني عروسته، كانه. بقيت انا مستغربه ومش فاهمه هو بيعمل كده ليه. وبعدها بيوم واحد كنت خلاص فاقده الامل وعندي حاله اكتئاب ومخنوقه من الدنيا كلها، ومش عاوزه اشوف اي حد ولا عايزه اشوف اي حاجه. وقعدت اسبوع منهاره ومش عارفه اعمل ايه ولا اروح فين. ولقيتها بتتصل عليا وبتقول لي تعالي انا عاوزاكي. قلت لها خير، عايزين مني ايه تاني؟ كانت في وقتها شهد بتتصل بيا وبتقول لي ايه يا بنتي في إيه؟ انت رحتي فين؟ ايه اللي حصل لك كده؟ قعدتي غبتي عني؟ قلت لها ما فيش، انا بس نفسيتي تعبانه. ولما رحت لصاحبة الكافيه لقيتها بتقول لي معلش هو كده. قلت لها يعني ايه هو كده؟ انا عايزه اسالك على حاجه، بما ان كده كده بقى انا حصلتك وبقيت زيك، قولي لي حكايه البني ادم ده ايه؟ وليه كم الانبساط اللي كان فيه دون؟ وليه اللي هو كان بيعمله ده؟ قالت لي اه انا هقول لك ايه اللي كان بيعمله. قلت لها قولي لي. قالت لي عشان البني ادم ده لما اتجوز، الراجل ده لما اتجوز يوم فرحه ما قدرش يعمل حاجه مع عروسته، وجم بعدها قالوا له ان انت مش راجل، وما قدرش يخليها من بنت لست، ما عرفش يعمل الحته دي. ووقتها جات له عقده نفسيه انه بقى يعملها مع كل البنات. وقت ما يعمل كده كان بيبقى في قمه سعادته وانبساطه. وقت ما بيخلي البنت مش بنت، وقت ما بيحولها لست هو بيبقى مبسوط قوي، لانه بيعوض اللي حصل له في اليوم ده، لانه جاب له عقده نفسيه. وعشان كده بيبقى فرحان، ودي سر الفرحة اللي انت شفتيها عليه وشفتي هو بيعمل ايه. لكن هو بني ادم طيب وكويس، بس هو معقد شويتين. قلت لها انتوا الاتنين زبالة زي بعض، انتوا الاتنين مش بني ادمين ولا بشر. انتوا تقدروا تعملوا في كل البنات كده، تقدروا تمشوا باللي انتوا بتعملوه ده، حرام عليكي. انت مالكيش اهل ومالكيش حد، احنا لينا اهل وناس بتسأل علينا. قالت لي ما تتحمقيش قوي كده، انت حصلتينا اهو كلي عيش بقى.
وكده يعني يا ستي هو فتح لِك المجال بحيث إن أنتِ تعرفي تجيبي فلوس أكتر وأكتر، وتقدري تعيّشي أهلِك عيشة مرتاحة، غير اللي هُم معيّشينها دلوقتي دي. وفعلًا بدأت خلاص خدت دي شغلانة، ما هي كده بقى خربت، كنت هاعمل إيه، هابكي على إيه تاني؟ ما كل حاجة راحت وكل حاجة ضاعت، وبقيت باشتغل يوم و2 و3 ويوم، وبقت دي هواية بالنسبة لي باشتغل، كل ما باحس نفسي مخنوقة باشتغل، وبقيت أطوّر من نفسي وأجدد كمان، وبقيت كل اللي يبقى معايا يحلف بحياتي ويقول دي استحالة، وكانوا بيدمنوني حرفيًا وكانوا بيطلبوني بالاسم، لأن ده بقى طريقي ودي بقت شغلتي، فخلاص كل حاجة راحت، مستقبلي راح، ما كنتش خلاص كنت حاسة إن أنا كده هي دي شغلانتي، وأنا هُم ضيّعوني، بقيت مستسلمة للأمر الواقع اللي أنا فيه. وكانت كل ده والوقت ده شهد كانت بتتصل عليَّ، وكل ما تلاقي معايا فلوس زيادة كانت بتقول لي: "أنتِ يا بنتي بتجيبي الفلوس دي كلها منين؟" قُلت لها: "عادي باشتغل وباطبّق في شغلي." لمّا في يوم من الأيام جات شهد وقالت لي: "أنا نفسي أشتغل الشغلانة اللي أنتِ بتشتغليها." قُلت لها: "ارجعي اوعي تفكّري تيجي الكافيه ولا تعملي أي حاجة ولا تسألي أنا باعمل إيه." قالت لي: "ليه أنتِ مش عايزة حد يبقى زيِّك؟ أنتِ عايزة طول الوقت بتمنّي عليَّ وبتدّيني فلوس ومش عايزاني أجيب فلوس زي ما أنتِ بتجيبي." وقتها قُلت لها: "لأ يا شهد قولي لي أنتِ عايزة إيه وأنا أجيب لِك اللي أنتِ عاوزاه، لكن اوعي يا شهد." قالت لي: "لأ، أنتِ مش هتفضلي طول عمرِك صاحبة فضل عليَّ." ولقيتها بتبُص لي كأن أنا خايفة إن هي تشتغل وخايفة تجيب فلوس، لكن هي ما كانتش تعرف اللي فيها، وما كانتش تعرف إن أنا خايفة عليها، لأن دي صاحبتي الوحيدة، ومش بس صاحبتي، دي كانت أكتر من أختي، لكن أنا كنت عايزاها تبعد عن السكة اللي أنا مشيت فيها، أنا كده ضِعت، لكن ما كنتش عاوزة أضيّعها. وقتها شهد زعلت منّي وخاصمتني، بقت خلاص ما بتتصلش بيّا، وبقيت أبعت فلوس لأمها وأقول لها ما تقوليش لشهد إن هي منّي، بقت تقول لي: "طب وبعدين؟" قُلت لها: "ولا قبلين أرجوكِ ما تقوليلهاش إن هي منّي، ادّيها اللي هي عايزاه، بس ما تحسسيهاش وما تعرّفيهاش إن دي منّي، ما تخلّيهاش عاوزة حاجة، وما تخلّيهاش تشتغل ولا تروح في أي حتّة." وبقيت باكلّم والدتها وباحاول أتحايل عليها وباقول لها: "أي حاجة تحتاجها أنا موجودة، هي مخاصماني وما بتكلمنيش، وأنتِ أرجوكِ حسّسيها إن أنتم مش محتاجين حاجة." وحاولي إن أنتِ تفُكّي عنها نفسيتها شوية، واللي أنتِ عايزاه اتصلي بيّا بس وقولي لي أنا عاوزة إيه، لكن بالله عليكِ تقعّديها وتخلّيها تنتبه لدراستها. بقت والدتها تبُص لي بصّة استغراب وتقول لي: "طب ليه كده، ليه كل ده؟ ما تخلّيها يا بنتي تشتغل معاكِ وخلاص." قُلت لها: "لأ، عشان خاطري بلاش تشتغل معايا، أنتِ مش ليكِ فلوس وبس، أنتِ ليكِ بنتِك تكمّل تعليمها وبس، أرجوكِ بلاش شُغلها، بلاش شهد تشتغل، عشان خاطري بلاش شهد تشتغل." وفعلًا واتكلّمت معاها كتير. وبعدها بيومين 3 لقيت شهد قاعدة مع صاحبة الكافيه وبتقول لها إن أنا عاوزة أشتغل، ومن هنا جَنّي جناني وما بقيتش عارفة أنا باعمل إيه، وقُلت لها: "لأ أنتِ مش هتشتغلي." ولقيت صاحبة الكافيه بتقول لي: "أنتِ مالِك هي بتكلمني أنا." قُلت لها: "لأ هي مش هتشتغل." وضربت شهد بالقلم ومشيتها من قلب الكافيه، وقُلت لها: "امشي وما تجيش هنا تاني، اوعي أشوفِك إلا لمّا آجي تاني." ولقيتها بعدها بيومين واقفة معاه، ولقيته واقف بيكلمها، ولقيته بيقول لها ما لكيش دعوة بيها، لقيتها اتعرّفت عليه وقالت لي ده صاحب ده جوز صاحبة الكافيه، وشُفت أنا وصلت له إزاي، لقيت هي المجنونة مش عارفة أقول لها ده مين، مش عارفة أقول لها هو بيعمل إيه، وعايزة أبعدها عنه بأي طريقة، لقيتها بتقول لي إن أنا هاقابله بُكرة وهيحدد معايا ميعاد عشان خاطر يحدد لي مرتبه وهيدّيني مرتب كبير، ولا الحوجة ليكِ لإن أنتِ ما طلعتيش صاحبة، أنتِ طلعتِ نادلة. بصيت لها كده باستغراب وبقيت أقول لها: "صدقيني ابعدي عنه ده بني آدم مش كويس، أرجوكِ ابعدي عنه يا شهد." قالت لي: "لأ أنا هاروح وهاعمل فلوس زي ما أنتِ بتعملي، أنتِ مش أحسن مني، أنا عرفتِك على حقيقتِك إن أنتِ لا تنفعي صاحبة ولا تنفعي حاجة." وهنا ما بقيتش عارفة أعمل إيه عشان شهد تبعد عن البني آدمين دول وما تقعش في الخَيّة اللي أنا وقعت فيها، وقررت إن أنا أتخلّص منهم، وقررت إن أنا فعلًا أمحي البني آدمين دول وأخلّص الناس من شرهم، وأخلّص البنات اللي ما تعرفش حاجة في دنيتها. غير إن هم بيستغلّوا ظروف كل بنت وكل واحدة راحة نِفْسها إن هي تشتغل وتتعلّم، بيستغلّوها أسوأ استغلال وبيضيّعوها، وهيضيّعوها زي ما ضيّعوني، قررت أنتقم منهم. ولقيت شهد بتقول لي: "أنا خلاص مصممة إن أنا أروح له بُكرة." قُلت لها: "خلاص يا شهد، روحي مطرح ما أنتِ عايزة، ربنا يوفقِك." وكنت قبل منها يوميها بالليل خرجت ورُحت له البيت، ولقيتها قاعدة معاه، صاحبته قاعدة معاه، اللي هي صاحبة الكافيه، لقيتهم هُم الاتنين قاعدين بيدبّروا هيعملوا إيه لشهد بُكرة، وهيحاولوا إن هُم ينيّموها إزاي وهو يعمل معاها عملته القذرة زي ما عمل معايا ومع غيري. وهنا لقيت نفسي زي المجنونة ومش عارفة أنا باعمل إيه، وما حسيتش بنفسي إلا وأنا باشيل السكينة بتاعة الفاكهة وباغرزها في صدره، ولقيته واقع على الأرض وجسمه كله دم، وما بقاش حاسس بنفسه وبيطلّع في الروح. وبعدها هي بدأت تصرخ وبقت زي المفزوعة من المنظر اللي هي شافته، وما بقتش قادرة تعمل حاجة، وخدتها هي كمان خنقتها، حسيتش بإيدي إلا وهي روحها بتطلع في إيدي،
كنت خلاص كده، كنت حاسة بأكتر راحة حسيت بيها في حياتي. واتصلت بعدها بشهد وقلت لها إن صاحبة الكافيه لغت الوقت، لغت الميعاد اللي أنتِ هتقابليه فيه. ولقيت شهد قالت لي طيب وريحتني في الكلام، لكن بعدها للأسف شهد فكرتني إن أنا باضحك عليها وراحت. والصدمة إن هي شافت كل ده. بس أنا وقتها كنت خلاص خلصت مهمتي، بس للأسف كان في الروح وقت السكينة. قعد لتاني يوم وكانت فيه الروح. السكينة خلته بينزف، لكن ما كانتش قتلته. وقت شهد ما كانت موجودة ما كانش مات. وقتها راحت شاهد الشقة وكسرت الكلام اللي أنا قُلته لها، وقُلت لها هُم مش موجودين، بس للأسف راحت. وتاني يوم فوجئت إن بيقولوا إن المباحث قبضت على شهد تهمة قتل، قتلت واحد بالسكينة وواحدة خنقتها. وبقيت أنا زي المجنونة، معقولة تكون راحت الشقة؟ إيه اللي وداها؟ أنا قُلت لها ما تروحيش. وللأسف اتاخدت شهد واتهموها هي اللي قتلت الراجل وهي اللي موّتت الست، وبالذات لمّا لقوا بصماتها على السكينة. وشهد قالت أنا رُحت لقيت السكينة في قلبه، ولمّا جيت باشدّها عشان أحاول إن أنا أنقذه لقيته وهو ميت. بس أنا كانت السكينة في إيدي، بس والله أنا ما عملت له حاجة. وكلامها فعلًا كانت الحقيقة، لكن هُم ما صدقوهاش. ووقتها اضطريت إن أنا أروح أعترف على نفسي عشان أنقذ صاحبتي وأنقذها من اللي هي كان مستنيها. أنا كنت باحاول بكل طريقة إن أنا أنقذها منهم، لكن هي برضه مشيت ورا دماغها وبدأت تروح. ولمّا كنت خلاص خلّصت عليهم لقيتها هي كمان جات ورا منهم، وهي اللي لبست كل اللي أنا عملته. وكنت مضطرة عشان أنقذها إن أنا أروح وأعترف بكل حاجة. ورُحت فعلًا واعترفت للقاضي بكل حاجة، واتحددت لي جلسة. ويومها القاضي حاول إن هو يراعي الظروف اللي هي حصلت لي، وإن هم استغلوني، وإن هم عملوا كل ده وأنا ما كانش ليّا ذنب فيه، وادّاني 10 سنين سجن. ومن يومها وأنا باقضّيهم في السجن. ومن مكاني ده باقول أي بنت ما تدّيش الأمان لأي حد، وأي بنت ما تحاولش الظروف تخدعها وتودّيها في أي شغلانة وتجبرها إن هي تعمل حاجة تندم عليها بعدين. أنا كده كنت ضايع، مستقبلي ضاع، سواء جِبت فلوس ما جِبتش مستقبلي ضاع. ويا ريتني إن أنا أنقذت نفسي ولا عرفت إن أنا حتى إن أنا أعيش حياتي زي أي بنت. أنا ضِعت. وكل ده باقوله عشان تتعلموا من قصتي وعشان تستفادوا بيها. ومن هنا لو شُفت الفيديو لغاية هنا ما تنسيش يا قلب أختك تحطّي لايك عشان تدعميني وعشان كمان أفضل أستمر معاكم.